السلام عليكم. بغيت نهضر على مشكل ديال منع النقاب في المغرب. تسالاو عندنا المشاكل وتسالاو عندنا المصايب في المغرب باش غادي حنا واحد الفئه، واحد الشريحه كبيره في المجتمع ديالنا اللي هي شاده تقارها، اختارت ان نمط العيش ديالها يكون هكاك، اختارت التقرب الى الله، شفتوا انها غدير النقاب ما شغلناش فيها. انا متبرجه، عاجبني التبرج ديالي، انا اللي خصني نعيش خايفه في المغرب كدوله اسلاميه على انني كنخرج بالدجن مقطع، ولا تنخرج في الصيف بالشورت مع بنتي، ولا تنخرج مع الريا. انا اللي خصني نخاف لان احنا في دوله اسلاميه، ما خصنيش نخرج، انا ما خصنيش نخرج متبرجه. المفروض انا اللي نكون خايفه انني علاش انا متبرجه، ماشي وحده مسكينه منتقبه الراجل ديالها قرر انه يدير التجاره، داك التجاره البسيطه اللي هي بيع الخضره ولا بيع الملابس ولا بيع النقاب كاع. على شنو فيها كاع انا السيد الا داير اللحيه تيبيع النقاب؟ حنا عندنا السلفيين، انا شفتهم عشت معاهم في المغرب، السلفيين المغاربه شادين تقارهم، اختاروا داك نمط العيش ديالهم، اختاروه، بغاوه، عجبهم، شادين تقارهم، ما تيجبدوا سياسه، ما باغيين سياسه، ما اصلا ما طالبين من الدوله حتى شي حاجه لانهم معيشين راسهم براسهم. واش انا نخلي الجريمه منتشره في المغرب كامل تا ولا الواحد تيفكر 1000 مره واش يهبط للمغرب ولا ما يهبطش، على اساس التشرمين اللي ولاو، السيوفه اللي ولاو، حتى واحد ما قادر عليهم، وزاره الداخليه ما قادراش على هادوك، تلقاهم كل واحد كل نهار واحد مسيكاتري في جهه، كل واحد هاز السيف في جهه. هادوك ما تيخافوش منهم، هادوك ماشي ما عندهمش ضرر في المجتمع. لا، وحده منتقبه هي اللي عندها ضرر في المجتمع، هي اللي غادي تضر المجتمع ديالنا. وحده منتقبه راجلها تيبيع الخضره، ولا راجلها تيبيع داير الحوينيت ديالو، هذاك هو اللي عنده ضرر. اما وحده متبرجه هذاك عادي. التبرج الا كان النقاب ماشي من العادات ديالنا، باش يجي عندي واحد المجموعه ديال الذكور اللي جالسين، ماشي الرجاله بزاف عليكم، واحد المجموعه، انا ما تنعممش، انا تنقول داك المجموعه اللي هضرات اللي جالسه كتنتقد في المنقبات ولا تيهضر لهم الغيربان، ما الغيربان، والزي ماشي مغربي، والزي ما تيصايبش، على اللي كتلبس المايو داك الزي ديالنا المغربي، على انا ما كنمشي للصيف للبحر ونتعرى في البحر، هذاك الزي ديالنا المغربي، هذوك التقاليد ديالنا، هذوك ماشي التقاليد ديالنا. الا جينا نطبقوا التقاليد ديالنا نطبقوها على اللي ما لابساش النقاب وعلى اللي لابسه النقاب، على اللي تطلق شعرها بحالي وعلى اللي تدير النقاب. انا يفرض عليا الجلابه، انا ما تدخليش عندي للمغرب. حنا التقاليد ديالنا ماشي تلبسي الدجن مقطع والشورت وتلبسي لي انا بدباردر وتخرجي بيه في الزنقه، هذوك ماشي من التقاليد ديالنا، كيف ما النقاب ماشي من التقاليد ديالنا. لا جاي يطبقوا يكونوا الناس سواسيه، انا هذه اللي كنسميها العداله الاجتماعيه. اما داك الشريحه ما ضراناش، وكلشي عارفهم انه ما ضرناش، اللي ضرنا هما التشرمين، اللي ضرنا هو الفساد، الصحه هاد الوزارات هادو كلهم، هادو اللي ولا الحكومه اللا اسلاميه اللي نايضه لينا دابا، ولات قالت لك الصحه هزات يديها على الصحه وعلى التعليم، حتى شي واحد ما هضر عليه. انا غنمشي نهضر على واحد الشريحه اللي شاده تقاره ومكوانيه مسكينه ومعيشه راسها براسها، اللي كيشدوا واحد شويه ديال راس المال وتيتعاونوا ما بيناتهم، اللي تيبيع خضيره واللي تيبيع سندويتشات في الزنقه، واللي غير باش يعيش راسو حاني راسو، ما تيهضر لا في السياسه. خليني من هذاك ابو الناعم ولا ابو الجبيل ولا هذوك اللي تيبانوا في التلفزيون تيبقاو تيتكفروا عباد الله، هذوك ما عنديش دخل بهم. انا تهضر على السلفيين اللي عشت معاهم وكانوا الاصدقاء ديالي، اللي كيتعاونوا ما بيناتهم وتيكونوا واحد راس المال صغير، اللي تيبيع الخضره ولا اللي تيمشي يحل الحانوت ديال الدرور، اللي تيحل الحانوت ديال يبيع النقاب. علاش من هذا النقاب؟ انا بغيت نعرف هاد الفئه، هذه المجتمع اللي غتجي تقول لي انا كتمس استقرار البلاد. علاش اخويا المشرمين اللي كيضرب لكم السياح ما تيمسوش استقرار البلاد؟ باش انا غنشوف واحد مشرمن نقطع له يدو، نقطع السائح يديه، هذاك ما تيمسش استقرار البلاد، ما تعطيش واجهه غير مشرفه للبلاد. على الخليجيين اللي يديروا لنا الدعاره الجنسيه في المغرب، هذوك ما تيمسوش استقرار البلاد. اللي تيمس استقرار البلاد هي وحده دايره النقاب وقاسم كمشايه وراجلها وغدا هي وليداتها وجايه وليداتها، انا نفرض عليها دايره واحد 20 عام. انا صحاباتي ملي كنت في المغرب وما دايرين النقاب، وحده دايره هذه 20 عام ولا 25 عام ولا 15 عام، غاجي نقول لها لا حيديه، مفروض عليك ما بقاش النقاب، حيديه بأين حق. وحريه اللبس مصايبه كافله لنا الدستور، سواء بغيتي تتعراي، بغيتي ديري النقاب، بغيتي ديري الحجاب، بغيتي تخرجي بلا حوايج، حريه اللبس هذيك كافله لنا الدستور.
ما يجيش واحد يقول لي لا انا غادي نفرض صافي قرع ملح. البرقع ما كاينش، البرقع ماشي من العادات والتقاليد ديالنا. علاه تجينا وشوط من العادات والتقاليد ديالنا؟ لا هذاك من العادات والتقاليد ديالنا ولا هذاك من العادات والتقاليد ديالنا. جينا نطبقوا العادات والتقاليد ديالنا، نطبقها على كلشي. المسطره تمشي على كلشي. انا هادشي اللي تنعرف. اما انا باش وحده دايره النقاب ما مساني في والو، غير انها اختارت تعيش بينها وبين الله هكاك، باغا التقرب ديالها بان ليها في انها دير النقاب تستر راسها وتبقى منها لراجلها لوليداتها وسيد ربي. هذيك حريه شخصيه، ما تقوليش فيها انايا. ما تتمش، ما مسات ليا لا 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 لا، ما مساتني لا انا كمتبرجه كتهضر معايا باحترام، ولا مسات واحد اخر، ولا بغات تزعزع استقرار البلاد. علاش باغيين يزعزعوا استقرار البلاد؟ شكون بغاو يزعزعوا استقرار البلاد؟ قولوا شحال هذه ناس شادين تيقراو، كل ما بيعوش الخضره، كل ما شدوا 60 حيت بقى يقراو مساك النهار كامل. واحد يمشي يبيع ساندويتش في العشيه، والاخر يمشي يبيع الخضره ديالو، واحد يحل الحوانيت ديالو فين تيبيع الحليب ويبيع كاسكروط. الا باش نجي انا نفرض على المشرمني، خليت المشرمني ونخلي الصحه ونخلي التعليم اللي هو من الاساسيات، نخلي الشعب كله مكلخ ونجي نشد في النقاب. ويجي واحد المجموعه اللي كتنقرا في الفيسبوك النقاب الغربان، وحده مسكينه غير تهضر تقول لهم قتلوني ولا عاد حيدوا لي النقاب. الغربان ما عجبهاش هذا، ما عرف لك راجل ولا امراه. صر الله يعطيك الدل، صر الله يعطيك الدل من عندي انا. ملي جاتك الرجوله الذكر، راك انت غير ذكر، ما الرجوله بزاف عليك. الرجوله مشات مع ماليها. الله يعطيك غير الدل من عندي انا. وسمحوا لي راه طولت عليكم.